في يوم من الايام كان في قاضي بيسال متهمه ليه قسمت راس جوزك اتنين، فقالت له المتهمه يا حضره القاضي انا كنت اجمل طالبه في الجامعه وهو كان المعيد بتاعي، حبيني وقال لي هخليكي تعملي ابحاث وكمان هساعدك في الصغيره والكبيره. بعد الجواز ما حسيتش بنفسي غير وانا عند احمد ومحمود وابراهيم وفاطمه وسلوى، ونسيت ابحاثي واحلامي وبقيت ست بيت مش اكتر. كل ما اطلب منه حاجه بيتهرب. اتحملته كتير لغايه امبارح بعد ما اكلت سلوى وغيرت المحمود وسمعت لاحمد وحليت مع فاطمه الرياضه وقليت بطاطس للاولاد وعملت سندوتشات وكنست البيت ولميت الزباله ونشرت الغسيل وركبت الستاير وكويت القمصان وعملت ورق عنب وحضرت شنط المدارس للاولاد ونظفت الثلاجه وتبلت اللحمه وفرمت البصل. نادى المرحوم وهو نايم على الكنبه وحاطط رجل على الرجل وقال لي بصوت كله برود ولا مبالاه: يا ناديه ممكن اعرف كنت بتعملي ايه طول النهار؟ وقتها ما حسيتش بنفسي غير وانا ساحبه السكينه ورشقها في دماغي عشان اعرف ايه اللي جوه مخه ده بالظبط. القاضي وقتها افتكر انه قبل الجلسه كلم مراته في التليفون وقال لها انا نفسي اعرف انت كنت بتعملي ايه طول النهار. بقول لك بقى ان القاضي لحد النهارده نايم عند امه وخايف يرجع البيت.